من اول يوم انت بتشتغل فيه كمهندس انت قائد في مكانك، انت مسؤول عن فريق عمل. مهاراتك القياديه لا تقل اهميه اطلاقا عن مهاراتك الفنيه، واحيانا كتير هتكون اهم منها كمان. المهارات القياديه ليها 5 مستويات. خليني دلوقتي واحده واحده اكلمك عن كل مستوى فيها انت المفروض تكون بتعمل ايه. في المستوى الاول انت بتتكلم عن انك بتكيب التيم بتاعك انفورمد، بتخلي كل واحد في التيم عارف هو بيعمل ايه، ازاي، فين، امتى، وليه. الجزء ده انت بتحاول تضرب لهم فيه مثال عن نفسك، الناس زي ما بتشوفك انت قدوه ليهم، ويكونوا شايفين انت ازاي بتحترمهم وازاي ان انت قلبك على الشغل. في المستوى الثاني انت مش بس بتتكلم عن ان هم يبقوا عارفين هم هيعملوا ايه، ولكن انت كمان بتتاكد ان احتياجاتهم اللازمه ليهم عشان ينفذوا الشغلانه متوفره، سواء كانت الاحتياجات ديت بقى احتياجات فنيه مهاريه او ادوات هم محتاجينها عشان يشتغلوا، او وقت، يعني ان هم يكون عندهم الوقت الكافي اصلا للتنفيذ. انت بتراعي الفروق الفرديه ما بين كل واحد والتاني في فريقك. يعني ان انت تبدا تشوف الجزء بتاع المهارات الفرديه ده هيساعدك جدا ان انت تدي كل واحد التاسك المناسبه ليه ان هو يقدر ينفذها. في المستوى الثالث بقى انت بتسمع من فريقك، انت بتقدر جدا قيمه الكلام اللي هم بيقولوه، وبتستعمل الكلام بتاعهم ده عشان تحسن الاهداف اللي انت بتحطها وتحطها بشكل افضل واحسن يخدم المؤسسه. بتقدم لهم فيدباك فعال يفرق معاهم في شغلهم ويخليهم قادرين ان هم يأدوا افضل. في المستوى الرابع انت بتعزز فريقك، انت بالبلدي بتصيطهم، انت بتستغل كل فرصه عشان تتكلم عن ان فريقك ازاي قادر ان هو يحقق انجازات، وازاي ان انجازاته ديت فرقت في المؤسسه بالكامل وحققت انجازات على مستوى المؤسسه. انت بتستغل اي فرصه عشان تقول لهم انا بثق فيكم قدام الناس كلها، قد ايه انت بتثق في فريقك ومتاكد ان هو قادر على تنفيذ اهدافه. في المستوى الاخير انت ملهم لفريقك، انت هنا بتربط لهم الافعال بتاعتهم والاهداف بتاعتهم بالاهداف الاستراتيجيه للمؤسسه، انت مخلي فريقك شايف الصوره البعيده والصوره الكبيره، انت بتحاول توفر لهم بيئه العمل المناسبه والظروف المحيطه عشان يقدروا يشتغلوا بشكل فعال وبشكل كويس. القياده بتطلب منك انك تكون شخصيه مميزه جدا، عندها قدر كبير من الزهد والطموح، بتعلي قيم المجموعه على قيم الفرد، وعندها مجموعه كبيره من الادوات الاداريه اللي تساعد الشخصيه انها تبقى شخصيه قياديه فعاله. خليني اوريك مثال في الفيديو الجاي.